سادتي، أسدل الستار على الدوري المغربي لكرة القدم، وهذا الاختتام ينبغي استخلاص الدروس والعبر منه، خاصة وأننا في أتون بطولة احترافية قيل إنها احترافية مع بعض التجاوزات وبعض قوس قزح في المسألة. فهي أولا بعيدة كل بعد عن الاحتراف بالمفهوم الحقيقي للكلمة نظرا للمستوى المتذبذب للأندية. ثانيا عدم وجود نجوم ينشطون هذه البطولة، ورأيتم كيف أن متولي صاحب 38 سنة كان يسول ويجول أمام لاعبين شباب. ثالثا ضعف تسويق هذه البطولة الاحترافية التي تفتقد حقيقة عناصر الجودة والإقناع والعروض. رابعا عدم امتلاك أغلب اللاعبين لأبجديات كرة القدم، خاصة على مستوى التحكم في الكرة، كنترول دو بال، البلوكاج، القذف، التموضع السيء داخل الملعب. وعرفنا الآن كيف أن وليد الركراكي كان لا ينادي على هذه العينة من اللاعبين الذين ينقصهم فعلا التكوين في المجال الكروي. وأظن أن الذنب ليس ذنبهم، فهو ذنب المكونين وذنب من اختاروهم لتنشيط هذه البطولة التي يدعي البعض أنها احترافيات. فكما يقول المثل: أشخصك الخاتم مولاي.